يا مساء. السلام عليكم تيم محمد، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جينا بفيديو جديد واخيرا رجعنا المكان. رمضان كريم عليكم وعلى كل الناس، وان شاء الله تكون سنه حلوه وان شاء الله نستغل رمضان صح. طب يا جدعان النهارده جايين فيديو مختلف. النهارده هنتكلم عن رمضان. الفيديو ده هيفكركم بفيديوهاتي القديمه. طبعا انت معايا من زمان هيعرف ان انا كنت بعمل حاجات زي الفاينز وكده، فهنرجع لها النهارده في فيديو عشان ده رمضان، فنعمل اكتر حاجات بتحصل في رمضان. طب يا جدعان كل سنه وانتم طيبين، نقدر نوصل الفيديو ده 20,000 لايك بمناسبه رمضان. يلا هديكوا بتقولوا لي كل سنه وانت طيب يا محمد، بس انا ايه اللي بيني وبينكم غير اللايكات؟ مفيش حاجه بيني وبينكم غير اللايكات. انا بعمل لكم فيديوهات، بصوا يعني لو رجعتوا كده هتلاقيني بنزل الايام دي كتير، فانا بتعب عشانكم وانتوا مش هتتعبوا، انتوا هتدوسوا بيو كده بيو. اول واحد دايما، اول واحد ده بيمثلنا كلنا او بيمثلني انا بالارجح. ليه بقى يا جدعان؟ ده دايما ما بيكونش عارف رمضان امتى، وبيكتشف ان رمضان بكره او النهارده بالصدفه، ما بيكونش عارف لانه بيكون طول اليوم على السرير، بالليل على السرير، بيصحى على السرير، بياكل على السرير، ما بيعملش حاجه غير ان هو ماسك موبايله تك 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 وخلاص. ده اللي هو بيعمله في حياته. فالراجل ده بيمثلنا اللي هو ايه اللي بيحصل له يا ترى؟ ايه اللي بيحصل له اول ما يكتشف يا نهار اسود ده بكره رمضان؟ يا اخي لعن ابو شكلك ما مالكش. الو يا اسطى عامل ايه؟ اهلا. كل سنه وانت طيب يا اسطى. وانت طيب يا سيدي، بس انا عيد ميلادي شهر 3، احنا في شهر 7 دلوقتي يا ابني. عيد ميلادك يالا يا حمار يالا، كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان يا حمار. قلت ليه؟ رمضان ايه يا التعبيط؟ رمضان بكره يالا. ايه؟ رمضان بكره؟ بكره، مالك استغربت كده ليه؟ الو الو رد عليا يالا، الو انت رحت فين؟ اسكت بس. لا اله الا الله. اشقلني. 12 seconds later. تاني واحد بقى، تاني واحد ده هو نفس الاولاني، بس بيكون صايم وكل حاجه، بس بيصحى عشان يتوضى ويصلي. يعني هو فاكر هو صايم والمفروض يصلي وكل حاجه، بس بيحصل له مشكله واحده وهو بيجي يتوضى. وتقريبا دي دايما بتحصل لنا في اول اسبوع من رمضان دايما. يعني اللي خلاني اصحى بدري؟ انت بتتحركي ليه؟ بتتحركي؟ حبيب فيك ايه؟ اتوضى بقى. يا نهار اسود، انا بلعت ندى يا جدعان، بلعت ندى. طب انا كده فطرت ولا ايه؟ انا كده فطرت ولا ايه؟ ها؟ انا كده فطرت ولا ايه؟ تالت موضوع معانا هو موضوع غريب ومشكوك فيه والله اعلم، ولو حد عنده حاجه يكتبها لنا في الديسكربشن نعرف الموضوع ده هل حرام فعلا ولا لا. موضوع الاغاني. عارف انت دايما في الشله بيبقى في واحد على طول بيسمع اغاني في رمضان مش في رمضان، وواحد بيسمع اغاني على طول بس يجي في رمضان يقعد يقول لك حرام ومش حرام، وده بيسمع وهو صايم، وده بيحاول ما يخلوش يسمع علشان هو ما يقدرش. بس برضو لو صح، انا بتكلم كتير ليه؟ ما تيجوا نشوف. بص لي كده ليه يا عم؟ عشان انت مقرف والله، مفيش دم خالص. خير خير يا ابني، انت بتسمع اغاني في رمضان، يعني هو لو مش في رمضان عادي معرفش، بس ده رمضان وانت كمان بتسمع اغاني في عز الصبح وفي عز الصيام. يعني يا اخي قوم اقرا قران، قوم صلي مثلا. طب خد الكبيره بقى، انا مصلي كله وقاري قران، ممكن كمان يبقى اكتر منك واحسن منك. صليت يا ابني، حرام عليك، انا خايف على مصلحتك والله. خليك في حالك، هيتولع فيك يا ابني. خليك في حالك، اغنيها لك ولا هتبقى حرام عشان في رمضان؟ طب عارف يا اسطى،
بيقولوا اللي بيسمع اغاني في رمضان الشيطان بيطرطر في ودانه. يا عم بقى بس بقى يا عم عرفتني في عيشتي. رابع موضوع، تعالوا بقى نرجع مع بعض سوا لايام الطفوله، او لو انت طفل ده اللي انت بتعمله دلوقتي. طبعا انتوا عارفين انا هتكلم عن ايه، واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه. هما حاجتين بالظبط، يقعدوك وسط اصحابك ذكر بمعنى اصح، ويقعدوك وسط اصحابك سيد، يقعدوك وسط اصحابك على وضعك كده. هما حاجتين بالذات يتعملوا في رمضان وانت صغير، كلهم يقفوا لك ويسقفوا لك. ولا انت شكلك فاضل يالا. لا والله والله العظيم ما فاضل خالص. امال امك كانت بتعمل ايه في السوبر ماركت يالا؟ ها؟ امك كانت بتعمل ايه؟ ماما لا والله الشيبسي مش بتاعي خالص، انا ما اعرفش حاجه. وانت عرفت منين يا حلوه بقى ان هي جابت شيبسي؟ ها؟ انت فاضل يالا؟ خلي بالك العيال كلها واخده بالها ان انت في فاطر، كله عمال يبص عليك. ايه؟ 1 2 3 اهو عرفت. خد دي كمان. ايه؟ بجد والله يا صاحبي انا اسف، والله العظيم انا اسف لو شكيت فيك والله اول واخر مره. لا 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 يا عم عادي عادي، حصل خير والله، حصل خير. نيجي مع بعض لحاجه مش هتبقى رقم حاجه ولا اي حاجه، لا دي انا حاجه اقولها، حاجه غريبه بتحصل وانا عندي عقده الموضوع ده. اللي هو ليه دايما ابويا وامنا يكون الجامع اللي جنبنا قدم ويقول لك لا اصبر لما الجامع اللي في التلفزيون يقدم؟ اللي هو مش فاهم يعني. يا عم الجامع اللي جنبنا قدم، واللي جنب جنبنا، واللي حوالينا كلهم قدموا، واللي في اسكندريه قدم، واللي في القاهره قدم، واحنا في الشرقيه قاعدين هنا. ليه استنى بتاع التلفزيون؟ مش فاهم يعني. ليه استنى التلفزيون ام بي سي مصر بعد كده يحول النهار يستنى القران بتاع، يستنى الاذان بتاعه؟ طب ليه؟ انا عايز اكل ليه؟ فالموضوع فعلا مأثر فيا. هو انا استفدت ايه انا بقى؟ ليه؟ في موضوع كمان هنتكلم عليه مش هنمثله، موضوع الزحمه. انت قبل الفطار ما بتلاقيش مخلوق في الارض، من اول ما تيجي الساعه 4 لو نزلت الشارع ممكن تطلع تجري باللباس ومحدش ياخد باله منك. لكن بعد على طول الصلاه، بعد المغرب بساعه بالظبط، يبقى تف في وشي لو عرفت تتحرك في الشارع، او نزلت بعجله وعرفت تجري بيها، او لو عرفت اصلا تمشي برجليك. مش هتعرف. تقريبا مصر كلها بتنزل في شارع واحد بس بيتمشوا فيه. عايز اتكلم فيها، انتوا واخدين عندنا فكره وحشه كاولاد وشباب. انتوا فاكرين ان احنا قبل الفطار بنمسك السبحه ونصلي ونقرا قران، وبعد الفطار ننزل يا مزه يا شبح ونجري. مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده نهائي، والله ما بيحصل منه حرف الا الناس التانيه بقى. احنا قبل الفطار بنقعد على السرير ماسكين الموبايل وما بنتحركش منه، وبعد الفطار نعمل ايه؟ بنقعد على نفس السرير نمسك الموبايل تك 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 لحد ما يجي السحور نقوم ناكل، لحد ما يجي الفطار نقوم نفطر، وهكذا. ده حياتنا، ما بنعملش حاجه تانيه غير كده. اللي يكذب عليك بقى ويقول لك ان احنا مقضيينها وبعد الفطار وبنض ده ما تصدقش. نيجي لاخر حاجه، جروبات الواتس. حاجه مستفزه، حاجه بغيضه. جروبات الواتس، رسايل امك وابوك وخالتك وواد ابن اللي بينزل فانوس ويقعد ويعمل تاج ل 100 واحد. حاجه تحرق الدم، وبالذات اول ما تكون قاعد زهقان وتلاقي هوب وترفع الموبايل وتلاقيها رساله من خالتك بعتلك ريكورد، اهو جه يا ولاد هيصوا يا ولاد. عارفين انتوا الجو ده؟ جروب الواتس بتاع العيله، تلاقي ابوك منزل صورتك وانت قاعد بالفريدنا وبتتسحر ويقول لك ابني هو بيتسحر ومش عارف انت بتعمل كده ليه، بس مش مشكلتنا يعني. طبعا يا جدعان نكون خلصنا الفيديو، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، عارف ان هو غريب وغير اي فيديو بعمله، بس اتمنى ان انتوا تحبوا. ما تنساش اهم حاجه تعمل لايك، دي الوسيله الوحيده بيننا وبين بعض. اتمنى الفيديو عجبكم. محمد خالد، اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي كلها في الكومنتات، انستجرام، فيس، سناب شات، كل حاجه. شكرا، الف شكر ليكم. 172 الف مشترك، مش عارف اقول لكم ايه، ربنا يخليكم. السلام عليكم، والراحه ب 10 رمضان.